يا رجل على إجماع كانت من ضمن هذا الإجماع ممثلا في مؤتمر الحوار الوطني ومشروع الدستور الذي كان على وشك الذهاب على الاستفتاء عليه. وبالتالي اليوم يندبون ويقول لك انه حرب وعدوان على اليمن. طيب هذه ما هي بصمات الايرانيين في معركه مارب؟ تقول انها استراتيجيه ايرانيه واضحه. الانساق الكبيره من المقاتلين الذي والاطفال والمغرر بهم الذين يتم دفعهم للمعركه. يا رجل مئات ان لم يكن الاف الجثث مرميه في صحاري مارب، لا لحد الان مش قادرين يدخلوا لهذه الجثث ولا هم عابئين بهذه الجثث التي توجد وفي صحاري وجبال مارب. وبالتالي هذا الفارق هو نتيجه لوجود الخبرات الايرانيه التي تدير هذه المعركه لاسقاط مارب، وبالتالي يتسنى لهم اقتسام النفوذ والسيطره على اليمن واعاده تفكيك الجغرافيا اليمنيه مجددا. أستاذ طالب، إذن هي استراتيجية إيرانية واضحة في هذه المعركة، هناك أهداف إيرانية لها، إلى جانب أيضا أن إيران تسعى لتعزيز فرصها في مفاوضات الملف النووي، واليمن إحدى هذه الكروت. إيران لا تحتاج اليمن حتى تفاوض به في ملفاتها. هي أخضعت الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت إيران لا تحتاج اليمن، ماذا يفعل حسن إيرلو وقيادات إيرانية في صنعاء؟ ما الذي يفعله الإيرانيون في صنعاء إذا كان لا يحتاجون؟ لا يمكن. لحظة. طيب طالب، إذا كانت إيران لا تحتاج اليمن، ما الذي يجعل إيران أن تغامر وتعين سفير في خرق واضح للأعراف الدبلوماسية وتذهب به إلى صنعاء إذا كانت لا تريد اليمن؟ أي أعراف دبلوماسية، هذا العرف الوحيد. اليمن عين سفيرا في إيران. جماعة الحوثي سلطة الأمر الواقع في صنعاء هي سلطة انقلاب غير معترف بها دوليا، وكل العالم يتعامل معها على سلطة انقلاب. لا يحق لأحد أن هذا رأيك ورأي آخرين. هذا رأيي. نحن نؤمن أنها ثورة وفي اليمن يؤمنون أنها ثورة. طبعا الثورة لا تحتاج أن تعترفوا بها أنتم من تم الانقلاب عليكم كما تقولون، فإذا أنتم جزء من من الموروث القديم. الإصلاح نفسه لا يمكن انتظاره أن يعترف بهذه الثورة وأن يقول هذه ثورة شرعية. بالطبع ستقولون أنه انقلاب، هذا أمر عادي جدا بالنسبة للإصلاح. طيب ما ردك على أنه هذه المعركة والإيرانيين يريدوا الإطاحة بها هي كرت البصمات الإيرانية في معركة مارب، دفع الآلاف والعشرات والمئات من اليمنيين يقتلوا من أبناء القبائل في صحراء مارب؟ أتمنى أن لا تقاطعني تماما. السفير الإيراني تبتعينه منذ عدة أشهر، وهذه المعركة لها 6 سنوات. لا تضحكوا على أنفسكم فقط ودعوا الآخرين يقيمون. هذا السفير الذي جاء سفيرا دبلوماسيا للعاصمة صنعاء منذ عدة أشهر. هذه المعركة التي فشل فيها التحالف، فشلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فشلت فيها السعودية، فشل فيها مرتزقة الإصلاح الذين يقاتلون. تم إخراجهم من معظم المحافظات. إذا كنتم تقولون أن الشعب اليمني معكم، إذا لماذا غادر الإصلاح خارج البلاد؟ لماذا لم ينتصر؟ لماذا لم يكن هناك تأييد شعبي له؟ لماذا هذه المجموعة التي تسمونها مجموعة أقلية؟ اليوم الإصلاح أحد المكونات التي تدافع عن مارب. اليوم في مأرب كل المكونات اليمنية، المؤتمر، الإصلاح الاشتراكي، كل المكونات السياسية اليوم تدافع عن مارب وتواجه هذا العدوان الحوثي. هم موجودين. من يقاتل في مارب؟ ولماذا تحتاج التحالف؟ لماذا تحتاج التحالف إذن؟ لماذا تحتاج الوجود العسكري السعودي؟ لماذا تحتاج هذا التحالف؟ لماذا تقول أن التحالف خذلها؟ لماذا تقول أن التحالف لا يقوم بالتغطية الجوية؟ ألا تعلم أن كان من أسباب فشل هذا التحالف أن الغطاء أنه يغطي لمجموعة من الفاشلين يقاتلون؟ جزء من انتكاسة الحرب هذه بالنسبة للسعودية هو فشل الذين يقاتلون على الأرض. وتعلم أن معظم الشهداء الذين يسقطون في هذه المعركة يسقطون بسبب الغارات، يسقطون بسبب العدوان السعودي، يسقطون بسبب الصواريخ الأمريكية وليس بالسلاح الموجود على الأرض. يقينا أن مارب ستعود مثلما عادت نهم، مثلما عادت الجوف، مثلما عادت كل المحافظات ستعود، مثلما فشلت حجور، مثلما فشلت فتنة الدخول إلى العاصمة صنعاء، مثلما فشلت الكثير من المعارك ستفشل أيضا موضوع مارب. عندما تتحدثون عن شهداء نحن نزف الشهداء في النهار، عندما تتحدثون عن شهداء نعم نفتخر بالشهداء ونشيعهم ونعلنهم على وسائلنا الإعلامية، هؤلاء فخرنا، هذا جزء من عقيدتنا. لدينا محور سنتناقش فيه حول خسائر هذه الحرب. الشهداء فيها
طيب لا يجوز إخفاء الشهداء فيها. حول هذه الخسائر في معركة مارب سنتحدث. سندفع آلاف الشهداء. المعركة الوطنية لو احتاجت عشرات الآلاف من الشهداء سيتم الدفع ب10,000 من الشهداء. معركة وطنية نفتخر بها. لهذا تجدون أنه يشيع الشهداء في العاصمة صنعاء، يشيعون رسميا، يشيعون شعبيا، ننقلهم على وسائل الإعلامية، لا نتحرج. هذه معركة وطنية، معركة دينية، معركة إسلامية، معركة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة. طيب سنتناقش فيها أستاذ طالب. دعني بس أنقل هذه النقطة للأستاذ نبيل البكيري فيما يتعلق بعلاقة هذه المعركة يجب أن يتحرج من الذين يقتلون في صفوفه. طيب سنتناقش فيها بشكل واسع. أستاذ نبيل البكيري، الحديث عن أن دوافع الحوثيين اليوم هي مرتبطة بقوى خارجية كما يردد الكثيرين، يقول لك هو طرح غير واقعي، لأنه هذه الجماعة لها قرارها المستقل كما يقول طالب الحسني، ولها هدفها المتمثل بإعادة السيطرة على البلاد بجميع المدن والمحافظات، فلماذا يستمر ربط أهداف الحوثي بأهداف القوى الخارجية؟ الحوثي لولا إيران لا يساوي شيئا، هو صفر على الشمال. إيران هي التي دفعت ودربت وسلحت وعملت على تقوية هذه الجماعة وهذه الميليشيات منذ لحظات البداية، ليس فقط منذ 2014. إيران حاضرة في المشهد في صعدة منذ 87 وهي تدرس وتدرب وتعيد تأهيل هذه الجماعة وتؤهلها لمثل هذه المرحلة ومثل هذا المعركة. وبالتالي أنا باعتقادي حينما يتحدث على أنها معركة وطنية، هي معركة وطنية لليمنيين، لكن أنتم لا تمثلون أحد، أنتم تمثلون أقلية طائفية تؤمن بخرافات الحق الإلهي بالحكم وتدعون زورا وبهتانا مثل هذه الافتراءات أو مثل هذه المغالطات والخرافات التي تريدون الناس أن تؤمن لكم بها. على ماذا تقاتل أنت؟ تقاتل لكي تستعبد الناس ولكي تستحوذ على كل شيء. اليوم أنا باعتقادي يعني الصورة أكثر وضوحا في أهداف هذه الجماعة أنها تسعى إلى إعادة النظام الإمامي وتثبيته تحت مظلة أكثر شبها وأكثر تبعية لولاية الفقيه في طهران، واستمدادا لهذا الاستنساخا لمثل النظام الموجود في إيران، نظام ولاية الفقيه، من خلال إيجاد مظلة القائد العلم الذي يعتبرونه عبد الملك الحوثي، الذي هو الآخر أيضا يؤمن بالإمام العلم بخامنئي في طهران. وبالتالي هذا النظام المشوه الذي يحاول استعادة أو إعادة اليمن إلى ما قبل 26 سبتمبر 1962 سيبوء بالفشل مثلما باء بالفشل في حصاره لصنعاء في 68، وسيبوء بالفشل. أنت لا تنسى أنه الحوثيون في 2014 اسقطوا الجمهورية اليمنية كلها من خلال السيطرة على العاصمة. ثورة، يقول لك ما حدث هو ثورة، هو انقلاب، ثورة سيصفها هو بما يريد، لكن اليمنيون كلهم الذين رفضوا هذا الانقلاب وطردوهم من المناطق المحررة في الجنوب وفي الشرق، وهم اليوم يقاتلونهم في كل مكان، في الساحل الغربي في كل مكان. هذه هؤلاء اليمنيين لكن مبرراته في أنها معركة وطنية، يقول لك نحن نحارب ما يسمونه بالعدوان، وهذا التحالف وهذه الدول التي تقف ضد الشرعية وفشلت بعد 6 سنوات. المعركة هي بالأول والأخير هي معركة يمنية، معركة بين شرعية وانقلاب. هذا الانقلاب مصيره إلى زوال، لأنه انقلاب لا يوجد له حاضنة لا اجتماعية ولا شعبية. هو يجبر الناس ويستعبدهم في المناطق التي تحت سيطرته، ويسيطر ويعيد تشكيل هوية المجتمع بدفعهم بالقوة إلى هذه المحرقة وإلى هذه المعارك. إذا كان للحوثي لا توجد حاضنة، ماذا عن هؤلاء العشرات الآلاف كما يقول لك الذين يزفوا يوميا شهداء ويتفاخرون بهم؟ هؤلاء الذين يتم الزج بهم هم الذين قطعت رواتبهم، هم الذين يتم تهديدهم في مصادر رزقهم، ويتم تهديدهم في كثير من القضايا التي يعني تسيطر عليها جماعة الحوثي. يا رجل يعيدون توزيع حتى على مستوى دبة الغاز، وعلى مستوى يتم مقايضة الناس بسرقة المعونات الإنسانية، ويتم مقايضة هؤلاء الناس بالمعونات الإنسانية ليذهبوا إلى الجبهات. أنت أمام عصابة استخدمت كل الوسائل المنحطة والقذرة لدفع الناس للاقتتال ولدفع الناس لوقودا لمعركتها ومعركة الوهم في استعادة السيطرة على اليمن وحكم اليمن وعودة الإمامة بعد أكثر من 50 عام. أستاذ طالب الحسني، عن أي معركة وطنية إذا كان هدف الحوثي اليوم تكرار النموذج واستنساخ النموذج الإيراني في اليمن؟
مقابل تقدم بسيط ومحدود تحرزه جماعة الحوثي تخسر الكثير من عناصرها، وأنتم تعترفون بذلك وتتفاخرون بهم. المئات يقتلون ويرمون في صحراء مارب. إلى متى سيستمر هذا الاستنزاف لأبناء اليمن؟ دعني أبدأ لك من ثورة 26 سبتمبر. نعم، هذه الثورة كانت ثورة عظيمة، وكل طيب لماذا لا تبدأ من معركة مارب الحالية؟ هذا الاستنزاف لهؤلاء الشباب لأبناء القبائل إلى متى سيستمر؟ لماذا يضحي الحوثي بهؤلاء الشباب؟ لماذا يرميهم هكذا في الصحراء؟ إلى متى ستستمر هذه الأنساق من المقاتلين تقتل؟ هذا كلام سخيف أصلا، هذا كلام سخيف لا معنى له. عندما تتحدثون عن المئات، تحدثوا عن المئات كان فينا، تحدثوا عن المئات في الجوف. هذا الخطاب يعني خطاب منذ 2015 لم ينفع. قلتم هذا في الساحة بناء على كلامك قبل دقائق تقول أن الآلاف يقتلوا شهداء في هذه المعركة ونتفاخر بهم ونزفهم شهداء. أنت من قال ذلك؟ أنا قلت نعم، أنا قلت عندما تتحدثون عن الشهداء لا نتحرج منهم، لكن عندما تتحدث يرمون في الصحراء وهؤلاء القبائل وما شابه، كلام غير صحيح وكلام غير منطق، كلام يعني لا معنى له يعني، والذين يقاتلون يعلمون ذلك. استعادة المناطق شيء رئيسي، استعادة مارب شيء رئيسي. أعود لك إذا مقارنة بسيطة جدا عندما نتحدث عن المشروع الوطني. نتحدث عن المشروع الوطني منذ 2011 على الأقل. في 2011 كانت الثورة وكنا جزء من الثورة، وأنا كنت من الذين في ساحة التغيير في العاصمة صنعاء. كان هدف الإصلاح وهدف الأحزاب التي معه هي إرضاء الغرب، إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية. ممنوع تسقطون، يعني ممنوع يعني تكونوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما قبلوا بالمبادرة الخليجية كانوا يرفضونها في البداية ثم قبلونا بها، وهذه المبادرة الخليجية أصبحت هي الدستور الوطني، هي المشروع الوطني. ما أحد كان يقبل بهذه الثورة التي كان يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى إعادة الوصاية السعودية على اليمن. الفرق بينها في 2011 و2014 أن 2014 وثورة 21 سبتمبر أسقطت المشروع الأمريكي والوصاية الخليجية، أسقطت الإجماع اليمني. يقول لك نبيل البكيري أسقطت الإجماع اليمني. أرادت الإجماع اليمني. يا سيدي، لو كان لديكم حاضنة شعبية لما خرجتم واستعنتم ب17 دولة. لو كان لديكم مقاتلين من الشعب وقاتلون معكم لما استعنتم بهذه الآلة العسكرية التي قصفت كل اليمن. لو كان لديكم حاضنة شعبية لقاتل معكم القبائل، لقاتل معكم الشعب اليمني كما تقولون. طيب لماذا الحوثي لا يذهب ويحارب 17 دولة؟ لماذا يذهب ويحارب النازحين في مارب؟ يحارب مارب التي يوجد فيها الآن 90 مخيم للنازحين، فيها 2 مليون نازح. لماذا الحوثي يستهدف اليمنيين؟ عندما تصورون أنه ضعيف. الشعب اليمني ليس ضعيف، الشعب اليمني صحيح، الشعب اليمني يقتل في مارب، يتعرض لعدوان من الحوثي. لماذا يقاتل المشروع الأمريكي؟ من يقف اليوم ويقاتل في مارب هم مرتزقة السعودية، هم الذين يعملون مع تركيا. 2 مليون نازح داخل مارب هم مرتزقة تابعين للأمريكان. نازح لا علاقة لهم بالحرب، لا علاقة لهم بالحرب. لا تصوروا أن النازحين يقاتلون. النازحين يتعرضون يعني لعدوان، هناك استهداف لهم بهذه المعركة. مخيمات النازحين غير آمنة، لكن السفارة الأمريكية في صنعاء آمنة. نعم، السفارة الأمريكية في صنعاء آمنة ومخيمات النازحين. أي سفارة؟ هناك خراب، ليس هناك سفارة. قطعت اليد الأمريكية منذ 2014، والنازحون الذين هم في مارب أو في غير مارب لا أحد يستهدفهم لأنه ليس هناك مصلحة من استهدافهم. الصاروخ الذي سيسقط على النازحين سيسقط فوق رؤوس المرتزقة والذين يقاتلون مع السعودية. الصاروخ نحن نحتاجه لضرب الوجود السعودي، لضرب الغزو السعودي، وليس لضرب النازحين. النازحين يستخدمون من قبل الإصلاح في نسق دفاعي، مع أن كل الدفاعات العسكرية أصبحت مارب قريب أن تتحرر، مع أن كل الأنساق العسكرية سقطت. فمسألة النازحين لا تتاجرون بهم.
السعودية نحن نخشى أن تقوم السعودية بقصف. طيب عن المتاجرة بالنازحين والوضع الإنساني سأعود وأطرح لك سؤال. عن المتاجرة بالنازحين والوضع الإنساني اسمح لي أن أعود وأترك لك سؤال، لكن بعد أن نذهب نبيل البكيري. أستاذ نبيل، الحوثي اليوم يدفع ثمن كبير لاستعادة مأرب، هو يدرك أهمية مأرب، مستعد لدفع هذا الثمن وإنهاء سلطة الشرعية هناك. الشرعية لا تفعل شيء على ما يبدو، وكأنها قبلت بهذا الواقع. ألا تبدو اليوم مأرب معركة خاسرة؟ مأرب ليست معركة خاسرة، مأرب هي معركة اليمنيين لاستعادة اليمن، استعادة صنعاء. نحن لا نهم اليوم مأرب، نحن عيننا على صنعاء. مأرب فيها طيب وكم ستحتاج الشرعية من وقت لتستعيد صنعاء؟ ذهبت 6 سنوات من الحرب. الشرعية اليمن تقاتل. سلطان العرادة من هو سلطان العرادة؟ هو محافظ مأرب. مقدشي من هو؟ هو وزير الدفاع عن الحكومة الشرعية. صغير عزيز هو أيضا رئيس أركان الجيش الوطني، وبالتالي الشرعية موجودة وتقاتل. يصفهم جميعا طالب الحسني بأنهم مجرد مرتزقة الأمريكان. لا طبعا لا ترمي الناس بما أنت فيه، أنت أكبر مرتزق، طالب الحسني أكبر مرتزق في الضاحية الجنوبية. لا نشخص الأمور أستاذ نبيل. كلهم مرتزقة، كلهم عايشين على الارتزاق من دول أجنبية ويعيشون هذه الحالة. من يقبل بأن يكون السفير الإيراني حاكما وحيدا على صنعاء هذا مرتزق، وبالتالي رمي الناس بالتهم يجب أن يكون واحد نظيف من تهم حتى لا ترتد عليه مثل هذه التهم. طيب أستاذ نبيل، إذا كانت مأرب ليست معركة خاسرة، لماذا الشرعية هي ما زالت في موضع الدفاع دائما؟ يا رجل، سقطت اليمن كلها بيدهم وعيد بناء الجيش الوطني لبنة فرد. هذه حرب طويلة عريضة تداخل فيها المحلي مع الإقليمي مع الدولي، وبالتالي أنت أمام معركة معقدة جدا. وبالتالي اليوم هذه المعركة، يعني لا تنسى أنه في 2014 اليمن كلها كانت بيد جماعة الحوثي، ولكن حينما أبت هذه الجماعة إلا أن تستخدم القوة لفرض النمط الجديد للحكم وهو النمط الإمامي، ثار اليمنيون ضدها واستطاعوا أن يحرروا أجزاء واسعة من اليمن. اليوم ماذا لدى الحوثي اليوم؟ كم نسبة الجغرافية التي مع الحوثي؟ وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذه المعركة بالنسبة لنا معركة مصيرية، معركة ستحدد على ضوئها مستقبل الجمهورية اليمنية ومستقبل المنطقة كلها. ولا يظن طالب الحسني أنه من خلال هذا الخطاب البروباغندا والدعائية الإعلامية أنه سيستطيع أن يقاتل ويدخل إلى مأرب كما يتوهم ويوهمون. خسارة مأرب ماذا تعني للشرعية؟ نعم؟ خسارة مأرب ما الذي يعنيه للشرعية؟ مأرب لن تخسر. مأرب لا خوف عليها. أنا أؤكد لك من هنا أنه مأرب لا خوف عليها. مأرب هي مستند ومرتكز المشروع الوطني اليوم. مأرب تتخلق فيها اليمن الجديد، اليمن الخالي من الكهانة والإمامة والعصابات والارتزاق الدولي والإقليمي. مأرب اليوم أنا باعتقادي في خير، وأبطالها قادرون على إعادة عجلة التاريخ إلى الأمام كما تريد العصابات الإمامية إعادتها إلى الخلف. لا خوف على مأرب. مأرب سنستعيد بها العاصمة وسنستعيد بها كل جزء من أجزاء اليمن المغتصب تحت هذه الميليشيات المدعوة الإيرانية. أستاذ طالب، تقلل من التبعات الوضع الإنساني على النازحين في مأرب، لكن الوضع الإنساني والنازحين استخدم كورقة ضغط